خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم. في الحلقه نتاع اليوم غادي نواصل تصحيح بعض المعلومات اللي كتعلق بملف هشام البوليسي. كذلك فغادي نقوم بتوضيح بعض النقاط الغامضه واللي محيره بعض المتابعين، كما ان هذه المعلومات فاحنا استقيناها من ساكنه مديونه، بمعنى المكان الرئيسي لزعيم العصابه الريفي. والنقطه الاولى غادي نتكلموا على هذه العائله نتاع الريفي. فهذه العائله المحترمه التقيه هما عائله نتاع تجار المخدرات ابا عن جد، وداك الشيء عندهم تيسري في الدم. زائد فهذا الملقب بالريفي فهو الاصل نتاعو من منطقه ولاد زيان، بمعنى انه زياني وليس ريفي نسبه لمناطق الريف. وكما كتعرفوا ان منطقه مديونه فهي تابعه للدار البيضاء، كما ان الساكنه نتاع كازا والضواحي فالاغلبيه كيمشيو كيتقداو المخدرات، زائد الكوكايين، زائد حتى البوفا واللي كتعتبر هي الكوكايين تاع الفقراء من عند هذه العائله نتاع الريفي. والنقطه الثانيه كتعلق بالريفي، فهو حاليا كيتواجد في السجن وباقي ليه سنه ونصف باش يسالي العقوبه الحبسيه. والشخص اللي كان تعتقل مع العصابه في السعيديه فهو ولد الريفي، بمعنى الولد نتاع هذا البارون، والاسم نتاعو مروان وتيلقبوه بالسكاباندرا. اذا في هذه النقطه وقع واحد الخلط، فالملقب بالريفي كاين في السجن وباقي ليه عام ونص باش يخرج، وهذا الشيء في حاله ما جاتوش شي متابعه اخرى. بينما الابن ديالو هو ابن الريفي واللي هو اللي تعتقل مع العصابه في السعيديه، والاسم تاعو مروان سكاباندرا. اذا فالعنصر الخطير الريفي واللي كيتواجد حاليا في السجن، فملي سمع باللي مراته طايحه مع هذا البوليسي هشام بورزة، فهو اللي عطى الانطلاقه لولده باش غادي ينحي هذا البوليسي. وبمعنى ان القاتل هو ولد الريفي، ولكن فهذا ولد الريفي كذلك فماشي هو الفاعل المادي حسب الروايه، كما انه كيتواجد معه ابن عمه واللي كيتلقب بالطقه. والعصابه اللي ارتكبت الجريمه هما البلانطويات والكلاب نتاع هذه العصابه. وباش تفهموا بمعنى اخر، فالاشخاص اللي عطاو الامر ديال تنحيه هذا الشرطي فهو الريفي واللي الزوجه نتاعو عندها علاقه غير شرعيه بالبوليسي، فغادي يعطي الانطلاقه من السجن لولده الملقب سكاباندرا مروان، واللي الام نتاعو هي اللي طايحه مع البوليسي. اذا فالمعادله باينه، وهنا غادي تبدا العصابه نتاع مروان سكاباندرا زائد ولد عمو الملقب بالطقه، وغادي يعطيو المهمه لبعض البلانطوات والكلاب ديالهم، وهما اللي غادي يرتكبوا هذه الجريمه. وبدليل انه واخا تعتقلوا العناصر المعنويه لهذه الجريمه، بمعنى الناس اللي عطاو الامر، فلحد الساعه السلاح الوظيفي ديال البوليسي مازال ما تلقاش، والعناصر والاجهزه الامنيه فهما كيشتغلوا بالليل والنهار على هذا المعطى، زائد القبض على الفاعلين الماديين بمعنى الناس اللي ارتكبوا الجريمه. بالاضافه فحتى الهاتف ديال الضحيه مازال مختفي، وحسب الاشاره نتاع التليفون فهو تغلق في ليله الاربعاء بمعنى التاريخ ديال الواقعه. وهنا غادي نتكلموا على واحد المشكل واللي تعانيو منه الناس نتاع الذروه وكذلك الساكنه نتاع مديونه، واللي كتعلق بالتجار نتاع المخدرات. فيوميا الشباب والشابات، وهنا كنتكلموا على الناس اللي مبليه تيمشيو عند هاد التجار كالريفي وكيتقداو المخدرات والبوفا، زائد اصحاب المواصلات الكراول فهم خدامين غير مع البزناسه. زيد على ذلك اصحاب المتاجر واللي كيبيعوا اللوازم تاع البوفا، بالاضافه الى المخدرات الصلبه والحشيش والقرقوبي. والاخطر في هذا الشيء كامل تنسمعوا اخبار من طرف هاد الساكنه بلي تيشوفوا رجال الدرك الملكي وخصوصا في مدينه الذروه فتيوقفوا حدا هاد التجار وما كيتمش القبض عليهم. وهنا كاين جوج نتاع الاسباب، فالسبب الاول هو الفساد، فالبعض تيقول بان بعض الرجال محسوبين على الدرك الملكي كيشدوا الفلوس من طرف بعض العصابات باش تيميكوا عليهم. والسبب الثاني كيرجع الخطوره نتاع هاد العصابات، وباش غادي يتم القبض عليهم فخاص تكون واحد القوه كبيره نتاع رجال الدرك الملكي. فالعصابات المتواجدين في هاد المنطقه فكلهم تيهزوا السيوفه، زائد تيكونوا كتار. وهنا كنتكلموا على البلانطوات، وبالتالي باش يمشيو 5 العناصر من الدرك الملكي والهدف يتم القبض على هاد العصابه فهي براسها مغامره وانتحار. كذلك
كذلك وحسب الاقوال نتاع الساكنه بمعنى الروايات المتداوله في هذه المنطقه، فكاين رجال محسوبين على الدرك الملكي، فملي كتكون واحد الحمله ديال اعتقال مروجي المخدرات فكيتصلوا ببعض التجار وتيقولوا لهم خويو، وهذا هو الفساد الخطير اللي كاين في بعض الاجهزه الامنيه، ولا بد كيكونوا المفسدين في جميع القطاعات. والاخطر كذلك ان هذه العصابه كيتاخذوا من بعض المناطق الخاليه من السكان بمعنى الضواحي والعروبيات، وتم تيتاخذوه مقر في التجاره، وهذا المعطى كذلك تيصعب على رجال الامن والدرك الملكي القبض على هذا التجار، وخصوصا انهم تيكونوا دايرين برقاقه اللي تيحظيو الداخله والخارجه. ودابا غادي نتكلموا على تضارب الروايات، فكل مره كنتوصلوا بمعلومه وكنديروا مجهود باش نوصلوا هذه المعلومه للمتابعين، فالمشكله ماشي ان توصل المعلومه خاطئه، ولكن المشكله كاينه في عدم تصحيح ديك المعلومه، وهذا الشيء اللي تنخدموا عليه. فالمهم هو ان الروايه تصحح، فكاين بعض المحسوبين على الصحافه فملي تينشروا خبر غلط وماشي بسوء نيه تنقصد، وملي كيتوصلوا بواحد الروايه صحيحه فما تيقدروش يصحوها، والمشكله تيقولوا بلي ان المتابعين غادي يقولوا بلي حنا كنتناقضوا، ولكن هذا هو الخطا بعينه. كذلك النقطه ديال البشاعه في الجريمه، فدائما الجرائم تيكونوا متعلقين بالشرف او بالجنس، وبالاخص الجرائم اللي تيكونوا فيها المثليين فدائما تيكونوا ذات طابع مفزع. وإلا مشينا سولنا الناس نتاع الشرطه القضائيه سواء في البوليس او في الدرك الملكي، وخصوصا الفرق نتاع مكافحه الجريمه، فدائما تيلاحظوا بلي ان مسرح الجريمه ملي تيكونوا فيه مثليين او جرائم كتعلق بالشرف فتيكون واحد الانتقام كبير، وتيكونوا الدميات بزاف، زائد في بعض الحالات كيتم استئصال جهاز تناسلي. فتصوروا الحاله ديال هذا المجرم اللي هو ولد الريفي، فملي تيسمع بلي ان امه كانت في علاقه غير شرعيه مع بوليسي، زائد الكلام والاشاعات، فكيتكون عنده واحد الحقد دفين تجاه ذاك الشخص. فالام كتبقى ام، ولكن العشيق نتاع الام تيولي عنده هو اكبر عدو، زائد تيولي عنده عقده نفسيه، وهذا هو المفسر ديال ديك القتله اللي داروا لهذا السيد الله يرحمه. اذا فالمجرمين المعنويين تقريبا كلهم معتقلين، وتيبقى البحث على المجرمين الماديين، الناس اللي ارتكبوا الجريمه، واللي هما حاليا موضوع بحث من طرف جميع الاجهزه الامنيه، بحيث كاين واحد التعاون ما بين جميع الاجهزه سواء لا دي اس تي زائد الشرطه القضائيه الولائيه بالدار البيضاء، بالاضافه الى مكتب الابحاث المركزي البسيج. وهنا كنتكلموا على مجهودات كبيره دارت في هذه القضيه، والناس المحققه في هذا الملف فما تيشوفوش النعاس، زائد كانوا هناك اوامر من طرف الحموشي الى جميع الشرطه باش ما يبقاوش يشدوا لوطوستوب حفاظا على حياه الشرطه، وهذه النقطه بالفعل موجوده عند البوليس.